بتشوف الناس اللي هي بتعمل نص المجهود اللي اي حد ممكن يعمله، بس مع ذلك بينجحوا نجاح كبير قوي. انا النهارده جايه احكي لكم ازاي تكونوا من الناس دي، علشان دي مهاره واي حد ممكن يتعلمها، ومهاره مهمه قوي. واول خطوه في الموضوع ده هو انك تغيري قناعاتك. انا مثلا كبرت وكنت حاسه ان انا دايما لازم اتعب قوي في حاجه، او يعني احط كل مجهودي ووقتي فيها عشان انجح فيها، او عشان اكون حتى استحقها. انا ما موتش نفسي في الحاجه دي، خلاص كده انا مش هحس بيها اصلا. ومثال تاني مثلا، ان كان لما حد يقول مثلا ان هو مشغول مشغول مشغول، تحس ان الشخص ده جامد، يا بيعمل حاجات كتير قوي، مشغول وقته مش فاضي. بس بعد شغل كتير قوي اكتشفت ان انا قناعاتي اتغيرت، وبقت ان الشخص الجامد بجد هو اللي عارف يوفر وقته، وان مش لازم تهلك نفسك في حاجه عشان تلاقي نتيجه. ففي حاجات كتير قوي ممكن تساعدك تشتغل بذكاء مش مجهود وخلاص. عرفكم النهارده على شويه مفاهيم، شويه قواعد الناس اتكلمت عنها قبل كده، وكمان ادوات ممكن نستخدمها عشان نشتغل بذكاء مش بمجهود. فده هيبقى الفيديو الوحيد اللي هتحتاجوه عشان تفهموا كل حاجه عن الموضوع ده وتوفروا وقت وطاقه كتير. بس قبل ما نبدا الفيديو، انا نيره، درست في 5 دول حول العالم، وحاليا بشتغل في الذكاء الاصطناعي. ودي نيري تيل، كنا على الانترنت نتكلم فيه عن التطوير الذاتي، التكنولوجيا والمرح. فاهلا، انا نيره وويلكم تو نيري تيل. اول حاجه هنتكلم عليها هي 80-20 باريتو برنسبل. ده بيتكلم عن ان 80% من النتائج بتكون بسبب 20% من الافعال. انا بحب القاعده دي قوي عشان دايما بتثبت لي ان مش كل الافعال متساويه او حتى قريبه في النتيجه بتاعتها. فده معناه ان من اهم الحاجات اللي لازم نعملها هي ترتيب الاولويات، او حتى التفكير قبل الفعل. فالحاجه اللي ممكن تطبقوها من القاعده دي هو انكم تقعدوا مثلا تكتبوا كل الحاجات اللي محتاجين تعملوها، وبعدين تعلموا على الحاجات اللي انتوا شايفين انها تبقى نتيجتها اكبر نتيجه، وابداوا بقى خصصوا وقت اكتر للحاجه دي او مجهود اكتر، او تبقوا عارفين ان الحاجه دي هي الاولويه. حتى لو هي بتاخد مجهود اقل او وقت اقل، هي فعلا ممكن تحقق اكبر قدر من النتائج. فما تستهتروش بترتيب الاولويات، او انكم تفكروا قبل ما تبداوا تعملوا التاسكس بتاعتكم، عشان هتوفروا كتير قوي من طاقتكم ووقتكم وانتوا عارفين ايه الحاجات اللي هتديكم النتائج الاكبر. تاني حاجه تساعدني اشتغل بذكاء هي التكنولوجيا. اعتقد ما فيش حاجه في العصر ده هتساعدنا اكتر من التكنولوجيا والحاجات اللي بتتطور كل يوم. في دلوقتي ادوات كتير قوي اونلاين ممكن نتكلم عليهم بالتفصيل اكتر، قولوا لي لو مهتمين. بس في حاجات كتير دلوقتي، اكيد انتوا عارفين شات جي بي تي، اللي هي ممكن تخلي الحاجات اللي انت بتعملها اسهل بكتير واسرع بكتير. فاستخدموا التكنولوجيا لصالحكم دايما، ودايما الحاجه اللي انتوا عايزين تعملوها شوفوا ازاي تخلوها سهله على قد ما تقدروا. ان شاء الله هعمل لكم فيديو مفصل اكتر عن الموضوع ده، بس الاول احب اعرفكم على الراعي الرسمي للفيديو بتاع النهارده، وهو كامبلي. كامبلي منصه انا اتكلمت عنها قبل كده، هي منصه تعليميه متميزه بتقدم فرص لتعلم اللغه الانجليزيه، بس بطرق تكنولوجيه اكتر وبطرق مخصصه تناسب احتياجاتك. اللي بيميز كامبلي، اول حاجه عندك اختبار مجاني عشان تحدد مستوى اللغه الانجليزيه عندك الاول. فبدل ما انت بتتعلم من الصفر او بتتعلم حاجات انت اوريدي عارفها، بيبداوا معاك من الليفل بتاعك. الاختبار ده بيساعدهم عشان يبنوا خطه مخصصه لاحتياجاتك انت. بناء على نتائجك انت، كامبلي هيجهز محتوى ودروس متناسبه مع مستوى مهاراتك. وتاني حاجه هي ان كامبلي بيوفر مدربين لغتهم الاصليه هي اللغه الانجليزيه، متاحين 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. يعني مهما كان الوقت او المكان اللي انت فيه تقدر تتواصل مع مدرب، تتعلم في الوقت اللي يناسبك انت. فطبعا ده هيساعدك انك تستغل وقتك صح وتتعلم بشكل مرن اكتر. دي اكتر حاجه انا بحبها. وتالت حاجه هو انك تقدر تختار الدروس اللي انت بتحبها، الطريقه اللي انت بتحبها، زي مثلا الدروس الفرديه او ال101. انا اوريدي حجزت مع شويه مدربين، وحاجه حلوه قوي في كامبلي هو ان انت مش محتاج انك تختار مدرس واحد بس وهو ده خلاص اللي هتكمل معاه للابد. لا، انت بتقدر تختار كذا مدرس لحد ما تشوف مين اللي انت حابب تتعلم معاه اكتر، واي درس خدته قبل كده تقدر تتفرج عليه تاني. وكمان كامبلي هيديك ريسورسز تتعلم منها قبل وبعد الدروس. احلى حاجه ان بمناسبه البلاك فرايداي كامبلي عاملين اكبر خصومات في السنه بتوصل ل 60%. فهسيب لكم اللينك في الديسكربشن، وكمان هسيب لكم برومو كود علشان يديكوا التخفيض. ما تفوتوش الفرصه دي لانها اكبر عرض في السنه. تالت حاجه بتساعدني اشتغل بذكاء اكتر هو التمبلتس. التمبلت هو بيكون حاجه بتطبقها على حاجات كتير. يعني مثلا انا عايزه اجيب خضار كل اسبوع، فانا بعمل ليست، والليست دي بخليها في شكل تمبلت، حاجه اقدر استخدمها واملاها كل مره انا رايحه اشتري فيها خضار، ويبقى فيها مثلا متقسمه خضار، فاكهه. عندي مثلا محتاجه 3 خضارات في الاسبوع، 4 فواكه كده، سوري على خضارات، بس اللي هو انتوا فاهمين، بتعملوا تمبلت او بتعملوا حاجه تقدروا بسرعه تستخدموها. يبقى المرات اللي جايه بس محتاجين انكم تملوا التمبلت ده بدل ما تقعدوا تفكروا. الموضوع ده ممكن يبان ان هو حاجه صغيره، بس بجد يا جماعه قد ايه بيشيل من عليا حمل
عقلي وحمل ذهني. يعني فعلا المنتل لود ده احنا مش حاسين بيه، بس في الاخر بتلاقي طاقتك احسن بكتير في وسط اليوم، تكون مش محتاج تفكر في كل حاجه من الاول. لا خلاص، انت عامل تمبلت هتملاه في اي حاجه بقى تقدر تعمل فيها تمبلت، اعمل كده هتلاقي نفسك طاقتك ومجهودك احسن بكتير. النقطه دي بقى الناس اللي على انستجرام اوريدي عارفينها، عشان انا بكتب مذكراتي على الستوريز، فهم عارفين ان انا كنت بفكر في الموضوع ده، وهو تحديد الاهداف. بس انا بحس ان النصيحه دي محتاج تتشرح اكتر. انا عن نفسي بشوف ان الاهداف لما تقعد تحدد لحد اصغر هدف، وان الاهداف تبقى هي اللي ممشيه كل حياتك، الموضوع ممكن يعني يقلب عكس اللي احنا عايزينه. ازاي ممكن يحصل؟ ان ممكن تلاقي نفسك انت مش عارف تبقى فليكسبل لو عملت حاجه غير الاهداف بتاعتك، وممكن حتى تنجح فيها، ممكن تبقى فرصه حلوه، لا تلاقي نفسك مش عايز تعملها لانها مش تبع الاهداف اللي انت حددتها. ممكن تلاقي نفسك غرقان في التخطيط وهدف 75 في السنه دي، وتلاقي نفسك اوفرويلمد ومش قادر تعمل اي حاجه من الاهداف دي. ولكن على الصعيد الاخر، لما مش بتحدد بقى اي اهداف خالص، وده اللي انا مريت بيه في فتره، حسيت ان انا مش عايزه اهداف، انا هعرف اتصرف في حياتي. حسيت ان انا يعني محتاجه على الاقل قدر خفيف من الاهداف، او يعني المسارات اللي انا عايزه امشي فيها حاليا، وعادي ممكن تتغير، ما عنديش مشكله خالص. انا السكيدجولز بتاعتي دايما فليكسبل، ما عنديش مشكله ان اهدافي تتغير، ما عنديش مشكله اكبر، ما عنديش مشكله اتعلم، بالعكس ده دليل على ان انا فهمت حاجه. بس الفكره ان محتاجه على الاقل يعني خطوه كده تحدد فيها انت بتعمل ده ليه، وايه اللي انت عايز تعمله اصلا، ايه المسارات اللي عايز تروح فيها، وهي متصله بايه في الاخر. يعني في الاخر انت جاي الدنيا دي ليه؟ يعني انا بحس ان لما بنسى الحته دي ولما ببعد عن الحته دي ببقى تايهه جدا. فلا، النقطه دي مهمه، تحديد الاهداف مهم، بس ما تغرقوش قوي في الموضوع ده، خليكوا فليكسبل اكتر. خامس حاجه هي قاعده اسمها 2 minute rule، وهي بتقول ان لو في تاسك بياخد اقل من دقيقتين اعمله دلوقتي حالا. حاجات زي مثلا انا محتاجه احط الاكل في الثلاجه، ده هياخد اقل من دقيقتين، اعملها على طول في ساعتها، لان ممكن من غير ما تحس الحاجات دي تبقى زي اوبن تابس كده في دماغك، او تلاقي نفسك يعني دماغك مشغوله بيهم. تاني المنتل لود ده بجد يا جماعه بيأثر في اليوم كله، وبيأثر في الحاجات اللي انت بتعملها عامه، ان انت مش حاسس ان انت عمال تزود على دماغك وعقلك. فلو الحاجه هتاخد دقيقتين او اقل اعملها على طول. القاعده دي بقى من اكتر القواعد اللي فادتني في فتره من حياتي ان انا ابقى ملتزمه بالجيم، وهي حضر الليله اللي قبلها. يعني انا دايما بقول ان انا لو حضرت الليله اللي قبلها او حضرت بكره الصبح، ما هي لو الموضوع هياخد ربع ساعه هنا فهياخد ربع ساعه هنا، لا سبحان الله في حاجه عن التحضير مسبقا تخليك هتقوم وتعمل الحاجه دي فعلا. لما بكون مجهزه شنطه الجيم، مجهزه اللبس بتاعي، عارفه انا هاخد ايه وهشتغل على ايه، بصحى تاني يوم بعمل الحاجه دي فعلا. اما لو انا هجهز الصبح بحس اني انا لسه هصحى واجهز وبعد كده اروح الحاجه دي، تلاقي نفسك منجذب اكتر لان انت ما تعملش الحاجه دي. فدايما حضر الليله اللي قبلها. ديليجيت، يعني مش لازم تبقى بتعمل كل حاجه بنفسك، ممكن تدي شويه تاسكس من اللي عليك لناس تانيين، تعين حد. طبعا انا عارفه ان دي حاجه من الحاجات اللي مش متعارف عليها، ولما حد فينا بيقرر مثلا يبدأ بزنس، يقرر يعمل حاجة مع نفسه وتبدأ تكبر منه شوية، بنبقى يعني مش متعودين على ان احنا نديها لحد تاني، او ندي حتة منها حتى لحد تاني، او نخلي حد تاني يساعدنا. مش متعودين على الحاجة دي، ودايما بنقعد نفكر بس انا لسه هدفع لحد، والموضوع ده هيبقى غالي، والموضوع طب وانا هلاقي حد كويس منين، هثق منين ان هو هيعمل شغل زي اللي انا هعمله. بس فكروا فيها يا جماعة، في فعلا تاسكس هتوفر عليك وقت كتير قوي لو انت مش بتعملها، وكمان فايدتها ليك الشخصية وانت بتعملها مش اكبر من الوقت والطاقة اللي هتاخدها. زي مثلا ان حد يجيب حد ينظف الشقة، الحاجة دي هتاخد مجهود ووقت من الشخص ده، ممكن يستخدمهم في حاجة تانية، الشخص ده بيكون وفر وقت ومجهود كبير. نفس الموضوع لو انت فاتح بيزنس او حتى بتعمل فيديوز على اليوتيوب، الاديتنج ده مثلا بياخد وقت كتير قوي ومتعب جدا، ويعني ممكن يخليك اصلا متبقاش عايز تعمل فيديوز. فان انت تعين حد يعمل لك اديتنج الفيديو بتاعك، الموضوع برضو بيبقى في الاول يعني رخم كده، انا مش عايزه حد يعمل لي اديتنج الفيديو بتاعي، افرض ما عملش الستايل بتاعي حلو، افرض ما كانش عنده ضمير. ده غير بقى طبعا ان ده انا هحتاج ادفع لشخص. ولكن ابداوا فكروا في الموضوع ده، ممكن تكون الحاجه دي لا تنطبق عليك، مفيش حاجه معينه ممكن توفر فيها وقت ومجهود كبير تكون تستاهل انك تدفع لحد وتثق في حد فيها. ولكن ممكن برضو تلاقي لا عندك حاجات انت ممكن تديها لحد تاني ويوفر عليك وقت. وانا بحس الصراحه برضو في عصرنا هذا تاني التكنولوجيا ممكن تبقى لحد ده ساعات، بس مش دايما. بس انا شايفه انه يعني دايما استغلوا التكنولوجيا الاول، يعني ما تصعبوهاش على نفسكم. مثلا انتوا عايزين ما تقعدوش على الموبايل كتير، بدل ما انتوا تعتمدوا على نفسكم وعلى ارادتكم وعلى انتباهكم الفظيع اللي اصلا عمال يقل بسبب كل الفيديوهات القصيره اللي بتشوفوها،
مع كامل احترامي يعني الكلام ليا انا كمان، لا تنزلوا اب مثلا زي اوبال بيعمل بلوك للسوشيال ميديا ابس اللي انت بتختارها بعد وقت معين انت بتختاره برضه. اخر حاجتين هنحكي عليهم وهما بجد مهمين قوي قوي قوي. الحاجه الاولى هي انكم تعملوا ثيم دايز، يعني تبداوا تحطوا التاسكس اللي شبه بعضها في يوم واحد. طبعا ده لا ينطبق على كل الايام، حاجه غريبه قوي لو انت طول اليوم بتعمل حاجه واحده بس او حاجات شبه بعضها بس، ده كده يعني انت مش بني ادم. يعني يا ريت نقدر نتحكم في حياتنا بهذه الدرجه. انا مش قصدي طول الوقت، ولكن في الوقت اللي تقدروا عليه، لان الموضوع برضو بيوفر عليكم منتال لود كبير ان تبقوا عارفين ان مثلا يوم الاحد ده يوم التنظيف، فهو الثيم بتاعه هيبقى تنظيف. والحاجه الثانيه الموضوع بيبقى ممتع اكتر لما انتوا عارفين انكم جاهزين للحاجات اللي محتاجين تعملوها وحاطين لها يوم. فمثلا يوم الاحد يوم التنظيف، يوم السبت يوم هتجربوا فيه حاجات جديده. يعني مش لازم تبقى طول اليوم بتعملوا نفس الحاجه، ولكن بس تبقوا عارفين ان مثلا اليوم ده هو اليوم اللي بعمل فيه حاجه بحبها، اليوم ده هو اللي بزور فيه صحابي مثلا كده. يعني تبقى حاجه متوقعينها بتخلي الايام بتاعتكم مش ممله قوي. اخر حاجه هو ان يبقى عندك فوكس اور في اليوم. فوكس اور دي بتبقى خاليه من اي ديستراكشنز، الموبايل بتاعك يبقى في اوضه تانية، قاعده مركزه الساعه دي على حاجه واحده بس، مش بتقومي كل شويه تعملي حاجه. وطبعا الاتنشن سبان بتاعنا بقى قليل جدا بسبب كل الفيديوز اللي بنشوفها القصيره بتخلينا عايزين حاجه ورا حاجه ورا حاجه. عقلنا دايما عايز يبقى مستمتع بحاجه جديده، فده بيخلي اصلا يبقى عندك فوكس اور. دي حاجه صعبه قوي، ولكن نتائج الفوكس اور دي ممكن تبقى يعني احسن من يوم كامل، احسن من يومين كمان. فابداوا بوقت صغير زي مثلا فوكس 30 دقيقه، بعد كده فوكس 40 دقيقه، فوكس ساعه. المهم يبقى عندكم جزء من يومكم كده مش متشتتين فيه كتير، وتشوفوا النتائج ده اصلا على صحه عقلكم. ده غير ان الكواليتي بتاع الشغل بتاعكم هتبقى احسن بكتير. ولو حبيتوا الفيديو ده يا ريت تعرفوني بانكم تعملوا سبسكرايب عشان يجيلكم فيديوز زي دي اكتر. زي كل مره هشوف كل الكومنتس بتاعتكم. شكرا انكم سمعتوني، يا رب تكونوا استفدتوا وستي رائعين.